عام وأنا يعني بعد ما رحت أمن الدولة وأسلمت وأهلي عرفوا وأزيت فتركت الإسكندرية إلى محافظة البحيرة، وأنا هناك مقيم لوحدي في يوم بالليل والساعة 12 بالليل في الفلاحين، طب وأصبت نوقف الساعة عند 12 دي، ناخد 12 اتصال اتصال. وخلي عقرب الساعة زي ما هو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا بيك. احنا نحيي الدكتور وديع أحمد. الله يحييك يا سيدي. يعني هو ذكر منذ قليل موضوع نشيد الإنشاد والمواضيع الجنسية الموجودة في الكتاب المقدس. نعم. أتذكر أن في السبعينيات قصة لولد لم يتجاوز 13 سنة أو 14 سنة في إنجلترا، اعتدى على امرأة عجوز جنسيا، وعندما سئل في المحكمة قال أن سبب ذلك أن شاهد هذا في أحد الأفلام. وقد تأثر بهذا الفيلم. وبالتالي عندما يقرأ أي مراهق هذا الكتاب سيطبقه عمليا. هذا أولا. النقطة الثانية، لقد استمعنا إليك عبر الإنترنت في مسألة الباراكليتا، فهل الإنجيل الذي معك حاليا فيه هذه الكلمة؟ نعم. إذا كان موجود سيشاهده المشاهدون ليتأكدوا أن هذا الاسم الذي احتواه الكتاب المقدس. طب يا أستاذ محمد. نعم. ما تخلي لي دي كده، هناخدوها في حلقة لوحديها إن شاء الله ونتكلم فيها عن النبوءات. أبشر. خلاص ماشي إن شاء الله كده في حلقة كاملة نتكلم فيها فقط عن النبوءات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليعلم العالم أجمع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. تمام؟ تمام. طيب اتفضل يا دكتور، احنا وصلنا عند الساعة 12. عند الساعة 12. بس أبشر أخي إن الصفحة منشورة على الإنترنت اللي فيها الباراكليت دي منشورة على الإنترنت عندي. كلمة الباراكليت تحت اهي موجودة. يعني ايه الباراكليت الأول؟ هو حسب ما هم ترجموا المعزي. لا أنا عايز الكلمة بالأصل يوناني، باراكليتوس تقريبا. أنا والله بحثت فيها كلمة باراكليت اهي تحت خالص. أنا معلم عليها اللي هي فوق المعزي، فوق المعزي وتحت الباراكليت. حذفوها وقالوا في المقدمة أنهم نزلوها من فوق لتحت، يعني كنوع من التغيير والتجديد. هو يعني أنا بحثت فيها في الأصل اليوناني، وجدت أن الذي له البيعة النهائية أو البيعة الدائمة، البيعة الدائمة. وفي بعض الإخوة بحثوا وقالوا فيها كثير المحامد أو كثير المحامد أو ما إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. طيب. فوصلت أن أنا كنت في هذه القرية في مركز الدلنجات، والساعة 12 بالليل، وأصبت بحمى شديدة. أنا قست الحرارة لقيتها 40، وجع شديد في الجسم. قعدت ادور عندي في المكان اللي انا مقيم فيه على اي حتى برشامه ريفو ما لقيتش، ومتالم جدا وانا ماسك المصحف وبنقرا مش قادر امسكه. فتذكرت الايه واذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. فنمت على السرير من شده الالم واتغطيت ووضعت المصحف فوق راسي لان كان راسي هتنفجر. الله. واخذت سوره الايه واذا مرضت فهو يشفين، واذا بالألم يذهب من رأسي في ثواني. الله أكبر الله أكبر. ووضعت المصحف على صدري وأنا نايم كده على ظهري، صدري أيضا جسدي كله كان يؤلمني، وأنا أردد وإذا مت فهو يشفين، وإذا بي أنام نوم عميق وأستيقظ معافى وليس في أي شيء. بس خلي بالك أنت دكتور. لا عشان حتى انا واخد اقسم يعني هذه كرامه من الله لي، لاني كنت في مرحله اللي هي بدايه الايمان. هي لا شك ان مرحله الانتقال دي بتبقى لابد فيها من المفارقات والامور اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يريد ان يكرمني بهذا اني على الحق. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه استاذ رضا معايا؟ ايوه مرحبا. استاذ رضا كريجي.
انا خليل حسين من مكوس اسكندريه. اهلا بيك. مرحبا. انا بحييك يا استاذ رضا، وانا من تلاميذك، واشكرك على هذا البرنامج الشيق. الله يبارك لك. وبشكر الدكتور، الله يبارك له، الدكتور وديع، ربنا يكرمك. ربنا يوفقه الى الامام، والله اكبر لله الحمد. الله يكرمك يا سيدي، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب يا دكتور، عايزين نعرض كده سريعا على بعض القراءات اللي اثرت فيك برضه وكانت سببا في اسلامك. والله القراءات، اولا طبعا انا قرات في اثناء ما كنت مسيح، طبعا كان الكتاب هو الاساس، ولكن ايضا انا عرجت على جزء اللي هو الكلام الجنسي الموجود، وده يعني هذا ثقتي في هذا الكتاب. وحتى لما كانوا يفسروا لنا وقلنا ده المسيح والكنيسه، طبعا لما كان اصادق هذا على الاطلاق. وانا بس عايز اقول حاجه للاخوه المشاهدين المسلمين اللي ما يعرفوش حاجه عن الكتاب المقدس نهائي، ان في كلام مش هينفع نقوله، مش هينفع نقوله. لو يعني بيعملوا له قط الرقابه بتقصه، ما ينفعش. احنا الكتاب ده مليء بالاشياء اللي لا تصلح مطلقا ان هي تذكر، لا في محفل عام ولا عبر قناه فضائيه ولا في صلاه ولا في عباده ولا في اي شيء، ولا يصح ابدا ان نقراها لا بنفسنا ولا بين ابنائنا ولا في اي حاجه. فاحنا مش هينفع ان انا اقول الكلام ده ولا ان انا اذكر هذا الكلام. لكن اللي عايز يرجع لسفر حزقيال، يرجع لنشيد الانشاد، يرجع لسفر الامثال. هذه الاشياء اللي فيها من الامور ما لا يعلم مدى قبحه الا الله سبحانه وتبارك وتعالى. نسال الله العفو والعافيه. طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. هلا ومرحبا. السلام. ازيك يا مولانا الشيخ رضا؟ الله يحفظك ويبارك فيك. انا سعيد والله برؤيه حضرتك ورؤيه دكتور وديع. الله يعزك يا اخي. الله يبارك فيك. والله ترى في وجه الصلاح والله. الله يصلح حالنا وحالك يا رب. تفضل. وربنا يثبتنا واياه. اللهم امين يا شيخ. كنت عايز اسال الدكتور على المساله بس ببحث فيها في المسيحيه. تفضل. لان انا باحث برضه في مقارنه الاديان. تفضل. وبعمل بعض المناقشات على النت يعني. تفضل يا شيخ. فمساله تجسد السيد المسيح طبعا هي مساله من المسائل المهمه في المسيحيه. فعايز اسال على قيام المسيح بعد الصلب كما يزعم المسيحيون. كان قيام بجسد ولا بروح؟ حاضر. الانجيل طبعا بيذكر ان هو بجسد، على اساس ان هو كل سمك وقال لهم جسوني انا لحم وعظم، والروح ليس لحم وعظم. نعم. فهم بيقولوا ان هو تجسد لكي يكفر عنا خطايانا. فلما رجع جسد ثاني وكل وشرب وقال لهم جسوني انا لحم وعظم، يبقى ايه فايده الصلب لما رجع جسد ثاني؟ ولو كان روح اين ذهب الجسد؟ فيا ريت دكتور وديع يعني لو كان في طيب يا امكان في هذه الحلقه يوضح لنا هذه المساله، اتمنى ذلك. حاضر. وهي ان كنا احنا عرجنا عليها في حلقه قبل كده، بس ما فيش مانع يا دكتور. انا عارف ان دي من النقاط اللي اثارت ذهنك وحفظتك، ان انت قلت ان كان المسيح بجسده في السماء فهو ينتظر الاذن بالنزول. نعم. في كتاب رؤيا يوحنا فعلا. يعني الاخ عايز ياخد صوره عن الامر. احنا كنا هنخش في النقطه دي دلوقتي حالا. طيب جميل. كنت حضرتك سالتني عن قراءاتي نعم. في الكتب المسيحيه قبل الاسلامي. من ضمنها كتاب قصه الكنيسه القبطيه للمؤرخه الارثوذكسيه المصريه إيريس حبيب المصري، وهي مؤرخة معاصرة. وقد وافق على كتابها البابا كيرلس، هي كانت عايشة أيام البابا كيرلس. ووافق على كتابها أيضا البابا شنودة لأنها مقيمة. فقالت في الكتاب الثالث من قصة الكنيسة القبطية في صفحة 46 إن البطريرك السكندري فيلوثيوس رقم 63 كتب رسالة للبطريرك أنطاكيا بيشرح له عقيدة تجسد المسيح. وكان البطريرك أنطاكيا اسمه أثناسيوس، فقال له إن الابن اللي هو المسيح يعني خلق له جسدا في بطن مريم واتحد به، وكانت الآلام والموت للجسد، أخد بالك؟ للجسد وحده، وحسبت للإله المتأنس. نكتة. طب ازاي؟ ما هو احنا بنقول في العقيدة الأرثوذكسية في القداس الكاهن بيصرخ في آخر القداس في صلاة اسمها صلاة الاعتراف، ويقول أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين.
طب اذا كان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين، لحظه الموت فرقه ولا ما فرقهوش؟ لازم القول انه ما فرقهوش. لازم القول ما فرقهوش. لا، معنى كده ان كلامه بيقول لك ان الجسد وحده هو اللي مات. طب هو اساسا الكفاره ان عندهم دي كانوا هنخش فيها في النقطه اللي جايه، ان الاله ينزل ويموت. نعم. لا، ما فيش حل لخطيه ادم عندهم الا ان الاله ينزل ويموت. خطيه ادم لا تغفر الا بموت الاله. يبقى ما حصلتش كفاره. يبقى اذا ما حصلش لأن كفاره. لازم كفاره غير محدوده ولا يوجد غير محدود الا الله. يبقى اللاهوت ضحك على الناسوت وسابه واخد بالك. لكن هو بحسب الاناجيل وبحسب الكتاب ان هذا الجسد المخلوق كما قال البطريرك فيلوثيوس رقم 63 بطريرك اسكندريه للبطريرك اثناسيوس الانطاكي، قال له انه خلق له جسد في بطن مريم ثم اتحد به. اثرت فيك كلمه خلق دي؟ طبعا. انه مخلوق. طبعا. وبعدين اتحد